السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا، بجد تحفة. مش هتشتريها تاني خالص بعد كده من بره، علشان مفيش اي اختلاف بينها وبين بره. يلا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. وهنا بقى عندي نص كيلو كنافة مفرزاها في الفريزر، او ممكن تجيبيها من بالليل وتحطيها في الفريزر وتروحي تستخدميها. وهبدأ بقى هنا هفركها معاكم بالشكل ده كده لغاية لما تنعم معانا. كده خلاص بقت معانا بالشكل ده كده. هروح اضيف عليها كوبايه سمنه سايحه، وهقلبها كويس لغايه لما الكنافه تشرب معانا من السمنه كلها. وهنا خلاص جهزت معانا بالشكل ده. وهنا بقى عندك طريقتين لتحمير الكنافه، لا اما تحطيها على النار وتفضل تقلبي فيها تقليب مستمر لغايه لما تاخد لون معاكي، لا اما تحمريها في الفرن. انا عن نفسي بحب احمرها في الفرن. بجيب صاج بالشكل ده وافضي فيها الكنافه بتاعتي، وابدا بقى ادخلها الفرن واولع عليها من فوق لغايه لما تاخد لون من فوق. وبمعلقه كده بعد ما تاخد اللون بروح مقلباها، بجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، مره على مره لغايه لما تحمر معايا الكنافه كلها لون ذهبي. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي ببدا بقى اطلعها. وهنا بقى عقبال الكنافه ما تتحمر معانا هنبدا نجهز طبقه الكريمه. انا استخدمت 3 اكياس من كريم شانتيه بالشكل ده كده. عايزه تستخدمي كميه اكبر من كده انت حره. وبعد ما فضيتهم بالشكل ده هنجيب ميه ساقعه واحط عليها تلج. لازم يكون ميه ساقعه محطوط فيها تلج عشان الكريمه معانا تعمل قوام حلو كويس قوي يعني. وهنا حاطين الميه على الكريمه وبدانا بقى نضرب بالمضرب، بس لما تيجي تحطي الميه ما تحطيش ميه كتير عشان الكريمه ما تخفش منك. حطي شويه بشويه لغايه لما القوام يتقل معاكي. واول ما تلقى القوام معاكي كويس خلاص بقى ما تحطيش ميه تاني. زي ما انتوا شايفين كده القوام معانا بدا يتقل. طبعا ما استخدمتش الميه كلها. كده خلاص الكريمه بقت جاهزه معانا. وهنا خلاص الكنافة احمرت بالشكل الجميل ده. زي ما انتوا شايفين كلها لون واحد، ولا واحدة محروقة ولا واحدة بيضة، كلها شكل واحد. وهنروح ضايفين عليها نص كوب سكر بودرة، وهتقلبي كله لغاية لما الكنافة كلها تشرب من السكر. وهنا بقى لو انت عايزة الكنافة تبقى طرية معاكي بتروحي ضايفه لها بدل السكر بتضيفي لها، لو انت عندك شربات بترشيه عليها اول ما تطلع من الفرن. هنروح سايبينها شوية على جنب لما تهدى معانا. وهنبدأ بقى نجهز طبقة المانجا. هنبدأ بقى نقطعها بالشكل ده، ودي اسهل طريقة لتقطيع المانجا مكعبات. طبعا اي كمية مانجا انت عايزاه، يعني ممكن تكتري تقللي زي ما انت عايزة. كده خلاص دي الكمية اللي انا عملتها. وهنا كان عندي كذا واحدة طرية فعملتها لوحديها عشان احطها في الطبقة اللي في النص. كده خلاص المكونات بتاعتنا كلها جاهزة، وهنبدأ بقى نجيب الكاسات بتاعتنا، كاسات او كوبايات او علب زي ما انت حابة عايزة تحطي في الحاجة اللي انت عايزاها. وهنبدأ بقى نعمل طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة وطبقة من المانجا. وبعد كده نكرر الموضوع ده تاني، طبقة كنافة وطبقة كريمة وطبقة مانجا، هتحسي ليها طبقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطينا طبقة كنافة وطبقة كريمة وطبقة مانجا.
طبعا المانجا اللي عندنا طرية بنستغلها ونحطها في النص علشان مش بتبقى باينة، والمكعبات بنحطها على الوش. كده خلاص الكاسات بتاعتنا جهزت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. وبجد عملنا كمية قد ايه، اللهم بارك، نص كيلو من الكنافة عاملين الكمية دي كلها، بجد تحفة. وطبعا لو انت عايزة تعملي جيلي تلميع، انا كنت بعمل الفيديو ده بالليل، ما كانش جيت اعمل، ما لقيتش عندي والله جيلي. فبتروحي انت جايبه علبه جيلي مانجا، وتحطي عليها كوبايه ميه وتحطيها على النار، اول ما تغلي معاكي بتقفلي عليها وتستني ما تبرد، وتبداي بقى تلمعي بيها المانجا. فليه بقى نشتري من بره لما نص كيلو كنافه عملت لنا الكميه دي كلها، واحسن كمان من اللي انت بتجيبيها من بره. والله بجد احسن منها، تحفه. وزي ما انتوا شايفين كاس، طبقات، طبقة مانجا وطبقة كريمة وطبقة كنافة، رهيبة. بجد جربيها والله هتعجبك جدا، واستنى رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وتتابعوا القناة عشان يوصل لكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.